ماشي نبدأ. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير كده وفي طاقات عالية وفي حالة حضور تام و... وامتنان لله عز وجل. النهاردة حبيت أتكلم معاكم شوية عن موضوع حلو قوي، موضوع جميل يعني أنا اختبرته في حياتي الحقيقة، عن موضوع حب الذات. وانا بشكركم طبعا اللي شاف العنوان ودخل لما عرف ان هو حب الذات ده، يعني انا بشكره من قلبي، لان انتوا استثمرتوا وقتكم. انا مش هطول عليكم يعني في موضوع زي حب الذات، لان حب الذات ده يعني عايزه اقول لكم من اهم الاشياء اللي انتوا المفروض تتعلموها في حياتكم، من اهم الاشياء. لان حب الذات ده هو آه، يعني الحل لاي مشكله، هو النور اللي هيقودكم وهيرشدكم في حياتكم. كل ما حبيتوا ذاتكم اكتر، كل ما ابواب اليسر اتفتحت لكم، وكل ما عرفتوا قدركم وعرفتوا امكانياتكم اللامحدوده، وكل ما تشافيتوا وارتقيتوا وتزكيتوا. تمام. حب الذات من ارقى واسمى واجمل انواع المعارف اللي ممكن تتعلموها في حياتكم، هو الاساس، يعني هي نقطه الانطلاق اصلا. اي حاجه بتعملوها في حياتكم هي المفروض تكون من منطلق حب الذات. يعني انتوا ممكن تكونوا بتاخدوا كورسات كتير وعندكم مخزون كتير في عقلكم اللاواعي، وممكن تكونوا بتطبقوا حاجات وحاجات مش عارفين تطبقوها، او حاجات بتطبقوها ومش عارفين ملهاش نتيجه. بعد ما تستثمروا بقى في حب الذات وتتعمقوا فيه وتعرفوا يعني ايه وتبداوا ان انتوا تاخدوا خطوه ناحيه حب الذات، ابواب اكتر من الوعي هتتفتح لكم على كل المستويات بقى. وعي في المال، وعي في العلاقات، وعي في اعمالكم انتوا شخصيا. وعي عالي جدا هيتفتح لكم بعد ما هتاخدوا خطوه ناحيه حب الذات. يعني عايزه اقول لكم ان حب الذات ده هو بوابه العبور، ان احنا ننتقل لافضل نسخه مننا. احنا كلنا بنسعى، حتى لما بنيجي نقول اي سؤال ولا بنقول اي دعاء، نقول ايه؟ بأسهل الاحتمالات وبأيسر الاحتمالات، واتنقل لفضاء جديد، واتنقل لنسخة جديدة وأحسن نسخة مني. حب الذات هو اللي هيدفعك دفع كده، هيدفعكوا دفع إن انتوا تروحوا لأفضل نسخة منكم. بس للأسف حب الذات بيبقى عليه برمجة كبيرة قوي في الوعي الجمعي. يعني احنا كلنا أول ما نقول ايه حب الذات، ده بيحب نفسه، اوتوماتيك بنترجمها انه ايه؟ أناني، ان هو شخص أناني. الصوت بيقطع كده، مظبوط؟ طيب قولوا لي كده، الصوت مظبوط كده ولا لسه بيقطع؟ مش هحرج. فاوتوماتيك احنا بنترجم كلمة حب الذات، الوعي الجمعي بيترجمها على طول ان هي انانية، وهي ابعد من الانانية بكتير قوي، بكتير قوي. حب الذات مش معناها ان انا اكون انانية خالص. انا لما احب نفسي معناها ان انا بركز على نفسي، معناها ان انا بحط طاقتي كلها جوايا عشان افهم نفسي، واعمل بقى، اعمل لها فلتريشن بقى، انقيها واشيل منها كل الشوائب، واشيل منها كل الحاجات اللي انا اتبرمجت عليها، والحاجات كلها اللي انا اللي انا اكتسبتها من طفولتي، من برمجة بقى، من معتقدات، من اشياء انا بكره فيها ذاتي، من اشياء انا متعلقة فيها، من اشياء انا كل ما انا ماشية في الطريق ده، كل ما انا كده احترامي لذاتي بيزيد، حب لذاتي بيزيد. حب الذات ده هي الترجمه الحرفيه لكلمه التزكيه. انا لما بطلب التزكيه معناها ان انا ايه؟ اكون اشبه بالنسخه الخالق، الله الخليفه. وربنا قال لنا ايه؟ ربنا لما شاء ان احنا نيجي على الارض قال اني جاعل في الارض خليفه. خليفه يعني ايه؟ يعني حد يخلفه في الارض، يعني حد فيه اقرب الى الصفات الالهيه. فانا كل ما حبيت نفسي، كل ما تزكيت، كل ما وصلت للنسخه الالهيه دي، نسخة فيها أقرب للإله، من صفات الإله. يكون عندي رحمة، يكون عندي
تقبل، حب لا مشروط، أكون نسخة عندي فيها الصبر، آه، غنى، الغنى، كل الصفات الإلهية الجميلة، الوسع، أكون متصفة بيها. فهعملها إزاي وأنا أصلا ما عنديش أي إدراك بفكرة حب الذات؟ فحب الذات هو الأساس، لأن كمان ذاتنا هي الأولى، أولى من إن إحنا نتعمق فيها، نفهمها، نعمل على ارتقائها، إيه، إن إحنا ناخد مسؤولية بقى، خطوة مسؤولية تجاه أنفسنا، ونتحمل المسؤولية ونقول إن إحنا المسؤولين عن كل اللي حصل لنا. وإحنا أكيد طالما ربنا إدانا أو حطينا في وضع معين، استحالة يكون حاططنا في وضع إحنا ما نقدرش عليه، لا، استحالة. وربنا بيحطنا في اي اختبارات احنا يبان لنا ايه اللي بيحصل لي ده، واشمعنى انا، وي وي وي. ولكن خليكم على يقين وثقة ان احنا عمر ربنا ما هيحطنا في اختبار او في امور احنا ملناش طاقة عليها او ما نقدرش عليها ابدا اطلاقا. وما كان ربك ظلاما للعبيد، ربنا عمره ما يظلمنا ابدا ويحطنا في حاجة احنا ما نقدرش عليها او حاجة اقوى مننا. طيب الحب الذات برضو دي مفهوم تاني خالص، ان انا مش تاني خالص، هو اقرب ان انا اكون محتضنة ذاتي دي ومشبعاها بالحب، وان انا ما بصش للحب ده من بره، ما تعلقش بشيء من بره، لا، انا متمركزة حول نفسي، مهتمة بنفسي، حاطة طاقتي على نفسي، قابلة نفسي بكل ما فيها، بالسيء بتاعها، بالجوانب المظلمة بتاعتها، قبل الجانب الحلو اللي فيها. كون ان انا اقدر اعمل ده، فانا كده بحب ذاتي. يعني زي بالظبط البيبي، إن اي واحده عندها بيبي صغير يعمل حمام على نفسه، يعني بيعمل حاجات حلوه وحاجات وحشه، بيبتسم ابتسامته يعني لما بتشوفها بيبقى الدنيا وما فيها، في نفس الوقت بيعمل حمام بيبهدل نفسه حاجه ياي خالص، هي متقبلاه، بتحبه بالحلو وبالوحش. احنا نفس الكلام كده، حتى لو احنا عندنا اي شيء فيه ظلام او اي شيء فيه آه، يعني يعبر عن ان احنا مثلا بنكره نفسنا، اي شيء احنا رافضينه في نفسنا، احنا لو وصلنا لدرجة ان احنا متقبلين نفسنا بكل ما فيها، احنا كده وصلنا لدرجة كبيرة جدا من حب الذات. فحب الذات هو رحلة جوه النفس وجوه الروح وجوه الشعور وجوه كل شيء يخصنا ويخص ذاتنا. احنا بنغوص في الحاجات دي كلها عشان نفككها، نتقبلها، نصالحها، نصالح النسخة مننا اللي رافضة نفسها، نتحمل مسؤولية، نكون بوعي أعلى من وعي الضحية، نخرج من وعي الضحية وإلقاء اللوم والأحكام على كل اللي حوالينا وعلى الناس وعلى الظروف وعلى فلان وعلى ربنا. للأسف في ناس بتبقى في حاجات، مواقف بتتحط فيها مش بتتقبلها وبتلوم على الإله، بتبتدي إن هي تلوم على الإله، وإن هي تقول ليه يا رب ومش ليه يا رب، في حين إن هي ممكن لو بصت لأي أمر إن هو جاي يطهرها، جاي يغسلها، جاي رسالة ليها، إن هي تشوف إيه اللي ورا الموقف ده، عشان أبتدي إن أنا أتعلمه، أو إن أنا أبتدي إن أنا أتعامل معاه، إن أنا أصلح منه، أتجاوزه، أفهم الرسالة إيه. ولكن كل ده مش بينفع إن إحنا نوصل للإدراك ده طول ما إحنا بنلقي الأحكام. طول ما إحنا بنلقي الأحكام يبقى عايشين في دور الضحية، يبقى إحنا يعني مفيش بصيرة، مفيش آه، أي إدراك للرسائل من حوالينا، وهنفضل جوه الدايرة ديت منغمسين فيها ومش عارفين نخرج منها. فأول خطوة تجاه إن أنا أحب ذاتي هو إن أنا أتقبل ذاتي بكل ما فيه، أخرج من دور الضحية، أفهم إن أنا الخلاق لكل شيء في حياتي. أنا مش نتيجة ظروف قاسية حصلت لي، لا، أنا مسؤولة عن ده، لأن أنا
في قانون كوني مهم جدا اسمه قانون الرنين. قانون الرنين ده بينص على ايه؟ بينص على اي شيء جوايا بيبقى ليه صدى برايا، بره. اللي جوه اي شيء جوايا هو بالظبط ليه رنين، ليه فايبريشن، فبيطلع في المحيط اللي برايا، فبينعكس لبره. اسمه قانون الرنين او قانون الانعكاس، يعني هو نفس المعنى او نفس الوصف او نفس الشرح، نفس الفكره. فلما افهم بقى قانون الرنين ده، وافهم ان اي شيء بيحصل بره ما هو الا صدى لرنين، لترددات، لذبذبات موجوده جوه، فانا هتقبل ده بسهوله، وهعرف ان ان ربنا ما ظلمنيش بحاجه. لا، انا المسؤوله، انا المسؤوله عن كل اللي بيحصل لي. وهنا بقى، وهنا هاخد المسؤوليه، وهبتدي ان انا آه، ادرك بقى في اللحظه اللي انا هتحمل فيها المسؤوليه واخرج من دور الضحيه. هبتدي تتوضح لي الرساله، هتبتدي يجي لي ادراك ووعي وفهم ليه اللي بيحصل لي ده بيحصل. ودي خطوه مهمه جدا في طريقنا لحب الذات. خلي بالنا ان اللي بيحصل لنا بره ده، آه يعني احنا نحمد ربنا عليه. ربنا لما خلقنا في الارض ما سابناش كده، ادانا ادوات نقدر نفهم بيها ونعرف بيها ونتطور بيها ونتزكى بيها. والمواقف اللي بتحصل لنا بره، والانعكاس اللي بيحصل بره، والصدى والرنين اللي احنا بنتكلم عليه ده، دي احنا لو بصينا لها ان هي اداة ربنا مديها لنا عشان نملك بيها زمام امورنا، وعشان يكشف لنا ويورينا ايه اللي قصادها جوه، هنمتن لله عز وجل. هنمتن لله ان دي اداه ربنا بيكشف لنا بيها الظروف المحيطه بينا دي. وان انا اشوف الوضع اللي حواليا بره، واشوف ده ظلمني، واشوف ده هني، واشوف ده كده. دي اداه كاشفه لما يدور بداخلي من الداخل. دي اداه كاشفه ليس الا. فدي حاجه انا يعني لو بس خدنا المفهوم ده واعتقدناه ومشينا بيه، هنمشي نمتن لله على كل كبيره وصغيره بتحصل لنا في حياتنا. هنمتن له، شكرا يا رب، شكرا 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 ان ظهر لي الموقف الفلاني عشان اصلح جوه. شكرا يا رب ان فلان عاملني بالطريقه الفلانيه، ده معناه ان في حاجه جوه عايزه تتصلح. وربنا بيقول لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللي بره ده مش هيتصلح غير لما انا اشوف اللي جوه. طب وانا هشوف اللي جوه ده ازاي واصلحه؟ لما اعترف بالمسؤوليه، لما اتاكد واكون على يقين ان اللي بره دي نعمه من عند ربنا اصلا. انتوا فاهمين الفرق؟ فاهمين الفرق ان يحصل لي موقف صعب او اتحط في ظروف قاسيه وافضل اشتكي واعمل في مكان ان انا اشوفها نعمه من عند ربنا، واشوفها انها اداه كاشفه، واشوفها ان هي آه، يعني اداه خطيره ربنا مديها لنا عشان نعرف بيها ايه اللي محتاجين نشتغل عليه جوه ونغيره جوه، ونقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا ظلمت نفسي بنفسي لما اعتقدت كذا غلط، لما فهمت كذا غلط، لما آه لما شعرت الشعور الفلاني غلط. اول اوتوماتيك ما هغير في الحاجات ديت، اوتوماتيك اللي بره هيتعدل لوحده. او مش يعني حتى لو الحاجه ديت الانعكاس بتاعها مش ان انا اغير حاجه جوايا، ان انا اخد قرار معين، ان انا اعمل حد معين، اعمل فاصل معين مع حد، هيجي لي الادراك وهيجي لي الوعي. هيجي لي ايه اللي ناقص، الخطوه اللي ناقصه ان انا اعملها. يعني انا في علاقه مسيئه مثلا، فانا لازمني خطوه ان انا اعمل حدود. فماشي، ممكن اكون انا شغاله من جوه وي 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 والكلام ده كله، بس برضه عماله اقول فلان بيهني، فلان بيسيء لي، فلان بيعمل لي. اول ما هتحمل المسؤوليه واشوف ان دي يا رب اكيد في حاجه جوه محتاجه ان انا خطوه اخدها عشان خاطر الاساءه ديت ما تجيليش، اوتوماتيك هيجي لي وعي وادراك، هيجي لي ابصار، هكون مبصره للحاجه اللي المفروض ان انا اخدها، الخطوه المفروض ان انا اعملها، القرار المفروض ان انا اخده. اه ده انا محتاجه هنا احط حدود، محتاجه اكون اقوى، محتاجه اقول لا. فهبتدي ان انا اخد الاكشن.
اللي ادفع بيه الضرر ده عشان ربنا يغير إيه اللي بيحصل لي من بره. محتاجه ان انا اخد خطوه من جوه، اخد قرار، استجمع قوتي، إيه اقول رايي بصراحه مثلا. وات بقى كان الوعي اللي هيجي لنا ايه ساعتها، الحل للخروج من الموضوع. انا الفكره كلها ان انا هخرج من الموضوع، احله ازاي؟ اخرج من دور الضحيه. كل ما خدت الوعي بتاع الخروج من دور الضحيه وتحمل المسؤوليه، انا اوتوماتيك ماشيه في اتجاه حب الذات. خلاص، لان آه انا كده بعلن ان انا كده الخلاقه لايه؟ للواقع بتاعي. انا اولى ان انا الاقي الحل انا عندي من جوه، بدل ما ارمي على بره واقول انت المفروض تعاملني حلو. لا، مش المفروض يعاملك حلو. هو المفروض ان انت تعملي حدود معاه، المفروض ان انت تاخدي اكشن معاه، المفروض ان انت تعرضي عن الجاهلين، المفروض ان انت تطلعي من القصه دي خالص. المفروض يعني في وعي تاني هيجي وحلول تانية هتيجي. حلو. فحب الذات شيء لو تمعنا فيه وخدنا نية واضحة ان احنا نمشي باتجاهه، حقيقي هيحصل لنا شيفت كبير قوي في حياتنا. و... وفكرة دور الضحية دي فكرة مهمة جدا جدا جدا، لأن أنا طول ما أنا في وضع الضحية أنا فاقدة قوة عظيمة، فاقدة قوة عظيمة في قوة الخلق، إن أنا اللي بخلق الواقع بتاعي. ففاقدة قوة عظيمة ورايحة لقوة شيطانية، قوة ظلامية هي اللي بتتحكم فيا، هي اللي عمالة تتحكم فيا. إيه، فحبيت ألفت بس الانتباه للفكرة ديت. وكل ما تقبلت بقى نفسي بحلوها ومرها وبظلامها، نفسي هتديني أكتر، هتساعدني. ما هي ربنا بيقول لنا إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى أنا مش النفس، أنا جاية أزكي النفس. أنا ربنا مديني قدرات أعلى، مديني حكمة، مديني قوة أعلى عشان أزكي النفس. يبقى أنا شيء والنفس شيء، أنا شيء وجسدي شيء، أنا شيء وروح شيء. أنا الوعي، أنا ال الكينونة، أنا الوعي المتصل بالوعي الإلهي، اللي هو أنا بستمد وبشحن كل حاجة من خلال الوعي الإلهي، ومن خلال الاتصال بالله، ومن خلال التشبع بأسماء الله الحسنى، وإن أنا أتمثل بيها، وإن أنا أتحلى بيها. وعلى فكرة كل ما حبينا ذاتنا أكتر، كل ما حبينا ربنا أكتر. كل ما كل ما حبينا ذاتنا أكتر، كل ما آه، يعني عايزة أقول لكم وصلنا للوعي الإلهي ولصورة الخليفة على الأرض، وتمثلنا في الصورة اللي ربنا يحب يشوفنا عليها. ربنا يحب يشوفنا أقوياء أغنياء، ربنا يحبنا يشوفنا مالكين زمام أمورنا. الحديث بيقول إيه؟ المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. يبقى أنا لما أبقى قوية، أنا اللي ماسكة زمام أموري، أنا المتحملة مسؤولية حياتي، فأنا خير عند الله. ربنا يحب يشوفني كده أصلا، ما يحبش يشوفني مستضعفة. ربنا بيقول لنا وأنا إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه، ونود، يعني مش فاكرة نص الآية بالظبط بس عشان ما أقولش كلمة فيها غلط. ونود أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا ربنا هو بيحب إن نود، هو يحب أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض. أنتوا فين؟ الذين استضعفوا دول فين؟ ما خدوش قرار ليه؟ ما بدأوش خطوة ليه؟ ما حبوش نفسهم ليه؟ ما تحملوش المسؤولية ليه؟ عشان ربنا هو أصلا حابب إن هو إيه؟ يجعلنا أئمة ويجعلنا من الوارثين. إحنا ملهيين ومنساقين ورا بقى الطاقات السلبية، ورا الطاقات الظلامية اللي بتقودنا. هم على فكرة يعني الشيطان هدفه إن إحنا نفضل كده نكره نفسنا، ما نحبش نفسنا،
ما نسامحش، من خلينا في دور الضحية منغمسين. ليه؟ لأن هو بيتغذى على الطاقات دي. طول ما احنا في الوضع ده، طول ما هو فرحان ومزقطط وبيتغذى على الوضع ده. ولكن أول ما نثق في الله، نبقى يعني نعلن إن احنا ربنا زي ما حطينا مش هنقول حطينا، هنقول هنقول ايه مثلا، أراد لينا، لأن أو أشاء لينا الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني حتى أنا لو شئت إن أنا أبقى في وضع سيء، وربنا شاء قبل ما شئت، خلاص. فلو ربنا شاء لينا هذا الوضع، شاءوا لينا عشان إحنا جايين نفهم إيه الرسالة بتاعته ونتزكى ونعلن مسؤوليات. إنما الشيطان هدفه إن إحنا نفضل منغمسين في الدور، نفضل بعيد عن ذواتنا، منفصلين عن ذواتنا. اللي فيه اللي بتكره نفسها، واللي بتكره وضعها، واللي بتكره عيشتها، واللي بتكره، واللي رافضة جزء منها، واللي رافضة سلوك معين فيها، واللي رافضة صفة معينة فيها، اللي رافضة حتة في جسمها، حاجة في شكلها. كل ما رفضنا، كل ما احنا بعيد خالص عن حد ذاتنا، كل ما الشيطان تملك مننا، وكل ما الشيطان اتغذى على الطاقات دي، للأسف. للأسف. فدعوة دعوة للجميع إن إحنا نتجه، ناخد خطوة آه، ل... لتطوير نفسنا، إن إحنا نتقبل نفسنا زي ما إحنا كده. أول خطوة في اتجاه التغيير إن إحنا تقبلوا مرحلة وعيكم. هو ده أحسن نسخة منكم في الوعي ده، وفي المنظر ده، وفي الشكل ده. فأنا أتقبل ذاتي، ماشي، أوكي، أنا فيا وفيا وفيا، حلو قوي. أنا واعي كده دلوقتي، أنا متقبلة المسؤولية ومتحملة المسؤولية، متقبلة المرحلة ومتحملة المسؤولية. طول ما انت هت... هتاخد الخطوة ديت وهتعلن المبدأ ده، ربنا مش هيسيبك. ربنا هيقف جنبنا، ربنا هيدعمنا، هيبعت لنا بقى اللي يرشدنا، هيبعت لنا الكلمة اللي هتوجهنا، الكتاب اللي هنقراه هيرفع من وعينا، آه، ال... ال... الجلسة اللي هتصلح مننا، الشعور اللي هنتحرر منه، هيرشدنا. يبقى أول خطوة نحب ان احنا ناخدها دلوقتي، ان احنا نتقبل مرحلتنا، نحب نفسنا بنفس ميزاتها، بنفس عيوبها، نحترم إنسانيتنا. ما هو إحنا برضو بشر، واتبرمجنا على أشياء من صغرنا. هي عملت كده، وخلتنا في الوضع ده. فإحنا لو احترمنا الإنسانية بتاعتنا، واحترمنا إن إحنا بشر، واحترمنا إن أهلنا كان وعيهم كده، ومدرستنا كانت وعيها كده، والبيئة اللي اتربينا فيها كان وعيها كده، وأثرت علينا التأثير ده، ناخد المسؤولية. تمام. بس انا بقى هاخد خطوه وهزكي نفسي، ابتدي بقى اراقب نفسي، اشوف انا بعمل ايه. ده انا حكمت على نفسي في الموقف الفلاني. اوكي، اجي واشوف الحكم دوت جاي من ايه. والله العظيم هيجي لنا الوعي، وهيجي لنا الرساله اللي كل حاجه هتتغير فيها في لحظه لحظه. بس نتقبل ذاتنا، نخرج من دور الضحيه، نعلن مسؤوليتنا ان احنا السبب في كل اللي بيحصل لنا. دي أول خطوة لازم ناخدها. كل ما فتحنا نفسنا على الخطوة دي، كل ما احترمنا نفسنا أكتر، حبينا نفسنا أكتر، وعينا زاد أكتر، استقبلنا من ربنا أكتر، استقبلنا حب إلهي. آه، كل ما جات لنا المقدرة على التشافي لينا ولغيرنا. كل مرة احنا بنتشافى فيها وبنحرر أشياء فينا، كل ما احنا بنشع نور، بنبقى رسالة ودعوة لآلاف من البشر إن هم يحرروا هم كمان، هينتبهوا لحاجة اتغيرت فيك، فهيبتدوا يقولوا ايه ده، هو في ايه اللي حصل. أبسط حاجة هيسألوا، هو انت عملتي ايه عشان تتخلصي من الحاجة الفلانية، أو ت- ت- تبقي فيك الصفة الفلانية، أو انت مثلا ما تبقيش عصبية زي الأول، أو ما تبقيش آه، قلبك قاسي زي الأول، او ده انت ما كنتيش بتعرفي يا شيخه تسامحي الاول، ايه اللي حصل لك؟ حبيت نفسي. فلما حبيت نفسي تقبلتها، فلما تقبلتها ربنا بعت لي اللي يرشدني، ان انتوا هتكونوا دعوه لالاف من البشر. انا مش بكلمكم انتوا على اساس ان انا احلى واحده في الكون، وانا كمان انا وانتوا هنكون دعوه لالاف وملايين من البشر ان هم يتغيروا،
حطوا نية بس لحاجة زي كده، يا رب أي حاجة أنا هتحرر منها، أنا هتشافى منها، أنوي إني أكون دعوة لآلاف من الناس إن هي كمان تتشافى. إن هم بس يلفت نظرهم إن في تغيير، في حاجة اسمها تغيير، في حاجة اسمها أنا مسؤولة. انا قد تكون كلمه مسؤوله ديت بقى الشيطان يدخل لكم، ايه ده؟ طب ما انت مسؤوله ازاي؟ ده اهلك والبرمجه وي 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 زمان هو اللي حصل. لا ماشي اوكي، بس انا مسؤوله عنها دلوقتي ان انا اغيرها. خلاص انا في الوقت في، يعني عندي من القدرات اللي ربنا اداها لي والامكانيات اللي ربنا اداها لي اللي يأهلني لحاجه زي كده. بس انا لسه يا رب مش عارفه برضو امشي في انهي طريق. اسألوا بقى ربنا إيه الاحتمالات اللي يا رب المتاحة ان انا اتزكى، ان انا اتشافى، ان انا اخد خطوة بقى ناحية الاصلاح، اكون من المصلحين. واول حاجة تصلحها هي نفسك، هي اولى، هي اولى. فبالتالي هتشعوا نور اكتر، هتشعوا نور، هتبعتوا رسائل 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 لكل البشر ان هم يبداوا يتغيروا هم كمان، ويحبوا نفسهم بلا شرط، يحبوا نفسهم زي ما هي كده، زي ما انا كده. انا بحب نفسي زي انا شخصيا بحب نفسي زي ما انا عارفه ان فيها حاجات لسه بشتغل عليها، عارفه ان انا حاجات خلاص الحمد لله تشافيت منها وتعافيت منها وتجاوزتها، فرحانه بنفسي، فرحانه بنفسي ان انا زكيتها. اهو ربنا قال لي وقد افلح من زكاها. انا يا رب الحمد لله انا من المفلحين، بدات ازكي نفسي، خلاص فرحانه بنفسي. ونفسي كمان على فكره لما بتطوعني وبتتزكى هي كمان بتفرح وبتديني اكتر وبتفتح نفسها ليا اكتر، تخرج. كل ما اشتغلت على نفسي هي بتخرج لي بقى شيء جديد. والأداة بقى اللي قلنا عليها هنشكر ربنا عليها، اللي هي بتنعكس بره في شكل ظروف وفي شكل ناس وفي شكل مواقف وفي شكل قلة مال وفي شكل وفي شكل وفي شكل. دي أداة نفسي بتسمح إن هي بقى كل مرة بتبين لي طبقة جديدة، شيء جديد بتعكسه لي بره، عشان أبدأ أشتغل عليه وأحمد ربنا أكتر وأشكر ربنا أكتر، فيفتح لي سبل أكتر، فأتشافى أكتر، فأتزكى أكتر، فأقترب منه أكتر. حب الذات أول خطوة لأي حاجة جميلة في الحياة، وكل دروس الحياة كلها بلا استثناء. أي حد في أي ظرف قاسي بيمر فيه هو درس في حب الذات. أي درس إحنا واقفين عنده هو درس في حب الذات. ادوني أي حاجة وأنا هترجمها لكم، هحولها لكم لحب الذات. حتى لو في الفلوس، الفلوس عشان تعرف نعرف ندخل دخل اكتر، او آه يبقى عايشين في وفر اكتر، شرط اساسي ليها ان انا احب ذاتي. فلما احب ذاتي هعرف قيمتي، لما هعرف قيمتي هعرف القيم بتاعتي. القيم بتاعتي دي انا لما ابادلها هعرف العملة بتاعتي، هعرف ايه القيم العليا بتاعتي اللي هشتغل عليها. انا متميزة في ايه عن كل البشر. فلما هعرف قيمتي والقيمه اللي انا متميزه بيها وابتدي ان انا اشتغل عليها واثقلها وبمهارات وبي 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 وبي، ابتدي ان انا اشتغل بيها، هتجيب لي الفلوس. فالنقطه البدايه من حب الذات. النفس هتديني مكنوناتها يا جماعه والله لو حبيتها وتقبلتها. طيب مشكله في العلاقات اساسها حب الذات. حد بيتجاوز حد معايا في العلاقه، ده انا محتاجه احب نفسي اكتر عشان اقدر نفسي اكتر واعرف قيمتي اكتر، واعرف اوقف اللي قدامي عند حده. مش من باب تعالي، لا، مش من باب صراع، لا، هتبقى من باب ثقه بالنفس، من باب انا عارفه مقدرتي ايه وقدراتي ايه وقيمتي ايه. ما اسمحش اللي قدامي نتجاوز. انا هبقى بعمل ده من منطلق انا عارفه قيمتي اصلا، من باب حب، من باب ان انا بحب ذاتي. فهعرف احط حدود، هعرف اوقف اللي قدامي عند حد. وفي كل مرة هدخل علاقة وأنا مش بحب نفسي أصلا، ده هينعكس على العلاقة. تلاقي الشخص التاني بقى بتصرف تصرفات غير لائقة أصلا، لأن كل الماسكات اللي أنا لابساها ديت، اللي أنا بحاول أتجمل عشان أجذب العلاقة ديت، ولا عشان فلان يحبني، ولا عشان فلان يعملني، من باب نقص أصلا عشان أعبي حاجة ناقصة جوايا، إن أنا أصلا مش بحب نفسي ومش مكتملة. هيجي وقت والشخص ده هيتغير، الماسكات دي كلها هتقع. في مكان ان انا لو داخله العلاقه اصلا من باب اكتفاء وانا بحب نفسي اصلا ومشتغل على نفسي ومحتضنه في نفسي بحلوها وبوحشتها، الشخص التاني دوت
هيقدرني اكتر، هيحبني اكتر، هيبادلني شعور فعلا صادق اكتر. في كل مرة انا هحب نفسي، انا هعرف اعبر عن نفسي اكتر بصورة اوضح. ليه؟ لان انا خلاص انا ونفسي بقينا مكشوفين قصاد بعض، عارفة الحتة الحلوة اللي فيها وعارفة الحتة الوحشة اللي فيها وبحاول اصلحها وقبلاها. طالما انت قابلة نفسك بكل ما فيها، استحالة حد هيرفضك من بره، استحالة. استحالة. وكل مرة هتحبي نفسك فيها أكتر، الكل هيحبك من بره أكتر. هتلاقي علاقات جديدة اتفتحت لك، هتلاقي حب لا مشروط دخل حياتك بشكل مش معقول. هتلاقي كل حاجة حواليك بتحبك، حتى اللي احنا بنسميه جماد، مع ان يعني دي برمجة مفيش حاجة اسمها جماد. حتى هدومك هتلاقيها بتحبك، حتى عربيتك هتلاقيها بتحبك، حتى الأطفال حواليك هتلاقيها بتحبك، حتى الحيوانات الأليفة هتلاقيها بتجيلك وبتحبك وعايزة تقعد معاكي وبتبص لك بصة فيها حب. أنا مش ببالغ يا جماعة والله. حب الذات هو سر كل حاجة في الحياة. هو الدروس كلها في حب الذات. على مستوى الشغل والعمل، انت لو انت بتحبي نفسك فعلا، مش هتقبلي على نفسك اصلا تروحي مكان عشان تقضي ساعتين عشان تاخدي قرشين وخلصنا خالص. هتدي اكتر في الشغل ده، هتحاولي حتى لو انت مش حابه المجال اللي انت فيه، هتحاولي تعملي اي حاجه فيها نفس. ليه؟ هتحاولي تعملي حاجه فيها قيمه. ليه؟ لان انت عارفه نفسك وعارفه قيمتك وعارفه وضعك. فحب الذات، انا عندي ايمان قوي جدا جدا من اشياء كتير اختبرتها في حياتي. انا ما بقولكوش كده من كلام قرياه ولا كلام سمعاه ولا لا، من اختبار. شيء اختبرته، اشياء كتير اختبرتها. انا كل مره بتدرج في حب الذات، كل مره ب... ب... نفسي بتوضح لي، بعرف ايه قدراتي، بعرف ايه امكانياتي، بعرف آه هشتغل على ايه، بعرف اقدر قوي الاشياء اللي بين قوسين كده هنسميها سلبيه في حياتنا. بعرف قوي ايه الحاجه اللي جوايا محتاجه افهمها، محتاجه اشتغل عليها، محتاجه اطهرها عشان ارجع للفطره اللي هي الحب. اللي هي الحب، اللي هي ذاتنا اصلا من عباره عن حب. حب في حب، حب لا مشروط. فشيء مهم جدا من ان احنا نحب نفسنا. ان احنا اول خطوه يعني ان احنا نتقبل نفسنا. حتى لو انا مش عارفه اتقبل نفسي، اتقبل ان انا مش عارفه اتقبل نفسي. انتوا متخيلين؟ حتى لو انا اهو انا مش انا بكره الحاجه الفلانيه فيا، اتقبل ده. وده السحر بقى، انا لما اتقبل ده هيبطل يبقى فيه مصارعه او مقاومه. وهبتدي ان انا يبقى فيه اكسس، بقى اكسس لايه؟ ل- لسبل ربنا هيفتحها لي وهيرشدني ليها. ان انا واحده 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 هبتدي ادخل انضف بقى. كل شويه كل ما هنضف حاجه تظهر لي حاجه هنضفها اكتر، الدنيا توسع اكتر، وهكذا زي ما قلنا. ففي كل مره لم تتقبلوا أشياء كتير في حياتكم، هل تسمحون بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغاء من كل زمن ومكان وبعد وواقع وحياة وإلى الأبد؟ نعم. آه هل تسمحون بعدم تكوين هذا مجددا وإلى الأبد؟ نعم. بعدد لا يعلمه إلا الله؟ نعم. yes. right, wrong, good, bad, bad, book, all nine short boys, words and beyonds. كل مرة بعدتوا فيها عن نفسكم وشفتوا نفسكم منفصلين عنها، مش عارفين تقربوا منها، مش عارفين تحتضنوها، هل تسمحون بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغاء من كل زمن ومكان وبعد؟ نعم. yes, right, wrong, good, bad, bad, book, all nine shorts, boys, boys and beyonds. في كل مرة لم تعرفوا فيها قيمتكم وقدراتكم اللامحدودة لا نهائية، وقدرتوا ان انتوا تطلعوا منها القيم بتاعتكم العليا اللي من خلالها ترجموها العملة، هي اللي تخلي المال يتدفق في حياتكم والوفرة تتدفق في حياتكم بكل سهولة ويسر. هل تسمحون الآن بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغاء كل زمن ومكان وضعف؟ نعم. yes, right, wrong, good, bad, bad, book, all nine shorts, boys, boys and beyonds. في كل مرة عشتوا فيها دور الضحية وانغمستوا في هذا الدور وحبيتوا نفسكم في هذا الدور، وكان عندكم قيمة بتاخدوها من هذا الدور،
ان انتوا حد يبص لكم بنظرة شفقة ونظرة رحمة ونظرة يعني دي غلبانة دي مغلوبة على امرها وانتم مستفيدين من ده. هل تسمحون الان بكامل وعي وحضور بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره والغائه وعدم خلقه مجددا والى الابد من كل زمان ومكان وبعد وواقع وحياة نهائيا، ونسف كل هذا من نقطة خلقه إلى نقطة تدميره في كل مرة دمرتوا نفسكم بيها باتخاذكم دور الضحية وانغماسكم فيه تنسفوا كل هذا وتدمروه بعدد لا نهائي من المرات؟ نعم. Yes, right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, boys, and beyonds. في كل مرة آه كل مرة لم تتحملوا فيها المسؤولية عن كل ما يحدث لكم في حياتكم وكل ما تواجهوه في حياتكم، هل تسمحون الآن بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد؟ نعم. Yes, right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, boys, and beyonds. في كل مرة ظهرت لكم أمور في حياتكم وكان دوت انعكاس لشيء جواكم محتاج يتغير وانتم مش منتبهين، هل تسمحون الآن بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغائه؟ نعم. Yes, right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, boys, and beyonds. هل تسمحون الآن بنسف كل معتقد وكل فكرة وكل نظام فكري عندكم وكل برمجة اتبرمجتوا فيها ان انتوا تكونوا في وضع الضحية وتنغمسوا فيه؟ Yes, right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, boys, and beyonds. في كل مرة انتوا اعتقدتوا ان كل اللي بيحصل لكم في الخارج هو شيء بره نطاق سيطرتكم وبره نطاق تحكمكم وانتوا مغلوبين على امركم ومش عارفين تتعاملوا ايه وتتصرفوا ازاي، في مكان ان انتوا تتحملوا المسؤوليه وتلجأوا الى الله وتدعوا ربنا وتسألوه ان هو يوريكم الاحتمالات الكتيره واللا محدوده ويرشدكم ان انتوا آه تمشوا في سبل التشافي وسبل تحمل المسؤوليه. هل تسمحون الآن بنسف كل ما يعيق هذا ولا يسمح بتجلي هذا؟ نعم. Yes, right, wrong, good, bad, bad, book, online, short stories, books, and beyonds. هل تسمحون الآن لأنفسكم وذواتكم بالسماح لنفسكم إن أنتوا تتلقوا الإرشادات من الله تعالى والإرشادات وإن أنتوا تعرفوا تقروا الرسائل وما خلف كل موقف بتتعرضوا له وكل واقع بين قوسين سيء انتوا شايفين نفسكم فيه وشايفينه من منطلق ان هو سيء مش منطلق ان هو رسالة ليكم؟ هل تسمحون بنسف كل هذا تدمير وتشفير وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد كل ما لا يسمح ليكم بالسماح بإدراك الرسائل؟ هل تسمحون بنسف وتدمير وتشفير وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد وعدم تكوينه مجددا وإلى الأبد ونفي خلقه من نقطة خلقه إلى نقطة تدميره؟ Yes, right, wrong, good, bad, bad, book, online, short, spoils, books, and beyonds. كل العقود والوعود والعهود والحلف والقسم والمواثيق والأقفال والالتزامات والوفاءات والولاءات اللي أخدتوها على نفسكم، كل البرمجيات وكل الأنظمة الفكرية والمعتقدات اللي أخدتوها على نفسكم لتبقوا نفسكم في وضع الضحية في مكان إن انتوا تتحملوا المسؤولية وإن انتوا تكونوا مدركين إن انتوا خلاقين لهذا الواقع وإن انتوا عندكم كامل القدرات والإمكانيات إن انتوا تغيروا كل ده بكامل السهولة واليسر. هل تسمحون الآن بنسف كل هذا وتدميره وتشفيره وإلغائه ونفي خلقه وعدم تكوينه مجددا وإلى الأبد وسحبه وإبطاله و... والتراجع عنه وفسخه و... وسحبه وإبطاله ونسفه وتدميره نهائيا وعدم تكوينه مجددا نهائيا وإلى الأبد؟ Yes, right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, boobets, and beyonds. هنقول تاني: كل ما يمنعكم إن انتوا تاخدوا خطوة في اتجاه حب ذاتكم، هل تسمحون بنسف وتدمير وتشفير وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد؟ Yes, return good bad book online shorts boys books and beyonds. في كل مرة حكمتوا فيها على نفسكم وكرهتوا جزء من نفسكم وأطلقتوا أحكام على نفسكم، هل تسمحون الآن بنسف كل هذه الأحكام وتدميرها وتشفيرها وإلغائها ونفي خلقها وعدم تكوينها مجددا وإلى الأبد؟ Yes, right, wrong, good bad book online shorts boys books and beyonds. كل مرة وصفتوا نفسكم بوصف غير لائق، قللتوا فيه من قدركم وقللتوا فيه من حجمكم وصغرتوا فيه من إمكانياتكم، هل تسمحون الآن بنسف كل هذا تدمير وتشفير وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد؟ Yes. Right, wrong, good, bad, book, online, shorts, boys, books, and beyonds.
هل تسمحون الآن لنفسكم وللاواعي بتاعكم إن انتوا يتفتح لكم بوابات من الوعي أعلى وأعلى في كل المستويات لحب ذواتكم والتعمق أكتر في ذاتكم و... وإن انتوا تشوفوا إن حب ذاتكم هو بوابة للعبور لأفضل نسخة منكم. Yes. كل ما لا يسمح بذلك right wrong good bad good talk online shorts boys boys and beyonds. كل ما لا يسمح إنكم تدركوا إن الله يحبكم حب لا مشروط ويقبلكم على وضعكم ده، ومهما عملتوا ومهما كنتوا ربنا يقبلكم على هذا الوضع وسمح لكم أن تكونوا في هذا الوضع، وإن هو بيحبكم عشان هو بيحبكم. آه هو مديكوا فرص كتير قوي عشان تغيروا هذا الوضع، بس انتوا مش فاهمين الرسائل اللي بتجيلكم. هل تسمحون الآن ب... بتقبل هذا الإدراك وهذا الوعي إن الله يحبكم بلا شروط بلا قيود بكامل حالتكم زي ما هي كده، وإن الوعي ده يجيب لكم وعي تاني أكتر إن انتوا تتقبلوا نفسكم على وضعها هذا. كل ما لا يسمح بذلك أن تسمحون الآن بكامل وعي وحضور واختيار منكم بنسف وتدمير وتشفير وإلغاء من كل زمان ومكان وبعد وواقع وحياة وإلى الأبد وعدم تكوينه مجددا. Yes, right, wrong, good, bad, good, book, online, shorts, boys, boys, and beyonds. هل تسمحون الآن بأنكم تدركوا إن حبكم لذاتكم هو بأبسط معانيه هو تزكية نفسكم، وإن انتوا تفهموا نفسكم، وإن انتوا تعملوا على تنقيتها من كل الشوائب اللي فيها، وإن انتوا توقفوا عن إلقاء اللوم على الآخرين وتتحملوا المسؤولية. Yes, 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 right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys, boys, and beyonds. هل تسمحون الآن لأنفسكم إن انتوا تحتضنوا أنفسكم بكل ما فيها وعدم الحكم عليها نهائيا وإلى الأبد؟ Yes. وكل ما لا يسمح بذلك ننسفه وندمره ونشفره ونلغيه وننفي خلقه ولا نسمح بإعادة تكوينه مجددا وإلى الأبد، ونلغيه من نقطة تكوينه ونقطة تدميره ونفسخه ونتراجع عنه ونسحبه ونبطله ونحرره إلى النور إلى الله. Right, wrong, good, bad, good, talk, all nine shorts, boys, boys, and beyonds. أتمنى إن النهاردة رسالتي تكون وصلت بطريقة بسيطة وسهلة ويسيرة على اللي سمعها، وأتمنى إن أكون النهاردة دعوة ليكم إن انتوا تحبوا نفسكم زي ما هي، تحتضنوها زي ما هي، وتاخدوا بس نية إن انتوا هتصلحوا وهتتزكوا وإن انتوا تكونوا أدركتوا إن ربنا طالما أمرنا بالتزكية يبقى هو أكيد مدينا أدوات كتير نقدر نستخدمها نزكي نفسنا بيها. هو عمره ما هيقول لنا قد أفلح من زكاها من غير ما يقول لنا إزاي ومن غير ما يدينا أدوات، عمره لا يمكن تحصل. ربنا طالما قال لنا قد أفلح من زكاها يبقى مش هيسيبنا كده، يبقى في أدوات في طرق في أشياء أتاحها لنا وسخرها لنا. دورنا بقى إن إحنا نعرف إيه هي الأدوات دي، نبتدي ناخد خطوة. أول خطوة نحب نفسنا بكل ما فيها، نحتضنها، جسمنا نفسنا مشاعرنا كل حاجة، كل حتى لو إحنا مش قابلين وعندنا مقاومة نقبل المقاومة، وهتشوفوا إزاي الأبواب هتتفتح لكم، وهتشوفوا إزاي الطرق هتتفتح لكم وهتتيسر لكم وهتتسهل لكم. ربنا عايزنا مفلحين، عايزنا يعني متزكيين، عايزنا أقوياء، عايزنا أقرب للصفات الإلهية، وعمره ما هيسيبنا. أتمنى يكون الكلام وصل والرسالة وصلت والكلام بسيط وسهل، وإن شاء الله نتقابل في لايفات تانية كتير نتكلم برضو كتير عن الموضوع ده، لأنه هو فعلا سيكريت، هو السر وهو نقطة الانطلاق في حياتنا. فأنا مبسوطة جدا وبشكر كل اللي حضر، شكرا لكم كلكم، وإن شاء الله نتقابل تاني على خير قريب، وتصبحوا على ألف خير. السلام عليكم.